بطبوط ناجح 100% منفوخ ومهوي محلول من الداخل. التحضير ديالو غادي نحتاجو كميه ديال الفورص، نفس الكميه ديال الفينو دقيق القمح، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وكذلك معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال العسل. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نجمع الخليط بماء دافئ كندهنوه واحد 3 حتى 4 دقائق. من بعد غادي نديرو نغطيوه، ما نخليوش بزاف، غير 5 ديال الدقائق يرتاح شي شويه. من بعد غادي نشكلوه على شكل اكويرات على حسب الرغبه ديالنا. انا درتهم متوسطين، كنخليهم يرتاحوا ملي كنكمل. كنعاود نطلقهم بدقيق القمح الصلب، كنرقوهم ضروري، حينتي يعني دقيق القمح مع الفورس كي يتنفخوا. غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق على ما سخنت المقلاة. من بعد ملي كتسخن ليا المقلاة الثقيله كنديرهم على الوجه التحتاني وكنبقى نقلب فيهم حتى كيتنفخوا، كيجيو مهويين وخفاف ومحلولين من الداخل. شكرا.